نشرت صحيفة بابوبي الساخرة لائحة الأجور نجوم الشاشة المغربية خلال شهر رمضان، وهي الأجور التي تراوحت بين 2 و 300 مليون سنتيم. وكشفت الصحيفة أن الممثل الكوميدي حسن الفذ حصل على أعلى أجر في رمضان هذه السنة ب300 مليون سنتيم عن سيت كوم كبور والحبيب، فيما حصل الفنان الكوميدي هيثم مفتاح في دور الحبيب على 10 ملايين سنتيم، والممثلة سعاد العلوي 7 ملايين سنتيم. وذكرت بابوبي أن الممثل طارق البخاري بطل المسلسل التلفزي وعدي في جزئه الثاني حصل على 12 مليون سنتيم مقابل 10 مليون سنتيم. للممثلة صفاء حبركو في دور مينا، و5 ملايين سنتيم للممثلة سكينة دربالي التي عوضت ليلى في دور ميلودا. وأفاد المصدر ذاته أن عزيز الحطاب حصل على مبلغ 19 مليون سنتيم في عمل لوبيرج مقابل 8 ملايين للفنان الكوميدي رشيد رفيق، و5 ملايين للممثل هشام البسطاوي ابن الراحل محمد البسطاوي. وبخصوص مسلسل سيل المرجان الذي أجمع المتتبعون على أنه أحسن عمل يبث على قناة دوزم، ذكر المصدر نفسه أن الممثلة سامية أقيري حصلت على 30 مليون سنتيم. وفيما يلي القائمة التي نشرتها بابوبي والتي توضح ما تقاضاه باقي نجوم التلفزة في الأخير. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.